أدى وزير الصحة السيد المختار الداهي رفقة المندوب العام للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء تآزر السيد محمد علي والسيدي محمد زيارة لمركز معالجة الحروق بالمستشفى الوطني لمؤازرة ضحايا الحريق الذي تعرضت له عائلة مكونة من 5 أفراد ليلة البارحة في مقاطعة تجونين بولاية نواكشوط الشمالية. وكان الحريق الذي نتج عن تماس كهربائي وانفجار قنينة غاز منزلي أسفر عن وفاة 3 أفراد من الأسرة المذكورة وإصابة طفلين ببعض الحروق. وكان الوفد مرفوقا في هذه الزيارة بوالي نواكشوط الغربية والمدير العام للمستشفى الوطني. وفي السياق ذاته قدم المندوب العام للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء تآزر السيد محمد علي والسيدي محمد رفقة والي نواكشوط الشمالية واجب العزاء باسم رئيس الجمهورية لذوي الأسرة المنكوبة. وقد قدمت بالأحرى المندوبية العامة معونات مالية لذوي الأسر. وأعرب المندوب العام عن كامل استعداد الدولة لمؤازرة ذوي الأسرة المكلومة. وخلال تقديمه لواجب العزاء عبر المندوب العام للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء تآزر باسم رئيس الجمهورية عن خالص العزاء والمواساة للأسرة المكلومة. احنا منين خلقت هذه المصيبة المؤلمة الفاجعة اللي مشاو ضحيتها هؤلاء الأشخاص. حقيقة كان خلق استنفار عام وجبرنا التعالي من السيد رئيس الجمهورية محمد الشيخ الغزواني، ونعطات تعليمات المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء للتصرف بعجالة. وجينا الطفيلة اللي مصابة في المستشفى وشفنا حالتها واطمئنينا عليها وشفنا عنها الحالة مستقرة الحمد لله. وجينا هون لباقي الأسرة وجينا الوالدة خديجة وجايبين لها تعازينا قلبية من السيد رئيس الجمهورية ومن الحكومة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. هذا على كل حال قضاء الله لا مرد له. ورانا معزينكم باسم رئيس الجمهورية ومعزينكم باسم عروسنا آزر مستعد لمتابعة جميع ذوات العدد الكامل عقب هذه الإصابة. وهناك هذه المعونة كذلك الآنية اللي مصاحبة ذا كامل، ونبقى إن شاء الله تعالى تحت تصرفكم بفضل الله يخلي كامل من جميع إطارات المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء تحت تصرف ملكي كامل يعطي عدل مش إن شاء الله تعالى. عدل إنا لله وإنا إليه راجعون.